الحبايب مساء الخير. في ممثل اسمه حمزة العيلي اللي قبله يقول له ما يصحش كده كتير اللي انت بتعمله. تعالوا بس هوريكم فيديو كده مشهد وهقول لكم شويه كلام مهم. انا عارف ان هو زعلان مني. بكره يفهم، بكره يفهم. مين دول؟ ايه اللي خلوا مسطينه؟ انا مش فاهم مين دول يعني. انا اهم منهم كلهم. الله، جايب لك ابو شنب يبقى نمره 2. اهو فرق بيننا اهو. هو السبب. مش هخاف عليك قدي، مش هخاف عليك قدي. خد حبيبتي مني، كلب على حلاوه. ولا رقاصه تانيه السنبوركي ام بص مش هيخلع. كانوا الرجاله بيجوا ياخدوها ويروحوا. انا مش عايز اتكلم، مش هتكلم خالص. انا دي موضوع منيله نيله. ده حمزة العيلي وده مشهد من مسلسل النص. طول الوقت كنت دايما اسال نفسي هو ليه حمزة العيلي مش واخد مكانته الطبيعيه؟ ليه مش نجم شباك؟ ليه ما بنشوفوش في برامج كتير وحوارات كتير صحفيه وبيظهر في حفلات ويتكرم في تكريمات كده يعني؟ لحد لما وصلت القناعه ان مش موهبتك بس هي اللي هتوصلك للمكانه اللي انت تستحقها. في حاجات تانية كتير واجب عليك ان انت تعملها. الحاجات ديت زي ما قال نور الشريف لما حد ساله وقال له ازاي يبقى نجم شباك من الشباب الفنانين الصغيرين، فقال له يكفي ان انت يكون عندك 30% موهبه، 30% موهبه و70% عوامل تانية. انك انت تجتهد اكتر، انك انت تعرف تسوق نفسك اكتر للجمهور وتسوق نفسك لشركات الانتاج والمخرجين. يعني من الاخر كده شويه بهرجه، بالاضافه كمان للكاريزما والقبول اللي الناس قابلك. زي بالظبط لو تفتكروا ان كان في مطرب هو دلوقتي نجم كبير. المطرب ده في بدايته خالص كان في حفلاته يروح يأجر مئات والله العظيم من الشباب والبنات، يقفوا ويفضلوا يهيصوا قدام المسرح ويصرخوا كده ويغمن عليهم ويحدفوا عليه دباديب وورد. فاهم الفكره؟ وهو يعني فبدات الناس تقول هم الشباب دول بيعملوا كده ليه؟ ما اكيد عنده حاجه، الراجل ده بيعمل حاجه اكيد على المسرح، فتيجي نروح نشوف، تعالوا نحضر حفلاته. فبدا يكون في آلاف مؤلفه في حفلاته، فبدا المنتجين وشركات الانتاج تجري وراه. ما هو بقى ليه جمهور كبير، حفلاته بتكسر الدنيا. وهو اصلا كان ممكن يدفع مثلا والله العظيم 3/4 اجره للشباب اللي هم بيقفوا دول. يعني مثلا يجيب 500 واحد ولاد وبنات يقفوا كده قدام يتفهم، بس على ال 500 واحد دول يجوا له مثلا 10 15000 واحد 20000 واحد عايزين ييجوا يشوفوا بيقول ايه. فبدا ان هو يعلى، فالصحافه تكتب، فالبرامج تستضيفه، فاجره يعلى، فبقى نجم كبير قوي. طب تعالوا شوفوا بقى مثلا موهبته، صوت متواضع قوي عادي، يعني صوت مش الصوت العبقري. طب يمكن بيغني كلمات عظيمه، ما هو امير عيد مثلا صوت عادي لكن بيغني كلمات مناسبه جدا وكلمات جميله للفئه اللي هي بتسمعه. لكن ده كلمات النجم اللي انا بكلمكم عليه ده اي كلمتين في رغيف، كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. انا افتكرته دلوقتي وانا بتكلم، لانه والله العظيم وانا جاي في الطريق فاتح الراديو على محطه، فجابت له اغنيه يا حبيبي انا بحبك قوي، لازم تعرف ان انا بحبك قوي، وقولوا له ان انا بحبه قوي، ولو انت مش هتبقى حبيبي هبقى حبيبي. والله العظيم هو حبيبي وحبيبك وهبقى حبيبي. هو كده. وعلى رأي واحد صاحبي يعني نجم كبير مطرب قال ده اكتر واحد بياكلنا البلوزه. ما علينا. وعايز اضرب لك مثال بنفسك انت يا اللي بتتفرج عليا. ممكن تكون انت في الشغل، شغلك يبقى في ناس اقل منك ذكاء 3000 مره وماسكين مناصب واخدين مناصب بيقبضوا اكتر منك بكتير قوي. انت يعني انت ب10 منهم، الا انت مش عارف تسوق نفسك، انت مش عارف يعني تسوق وتروج لشغلك. وانا ما اقصدش انك انت لا تاكل حد اللي بلوز ولا اي حاجه خالص، ولكن يا جماعه مش الموهبه لوحدها كافيه، لا بتحتاج دفعه زقه، سواء كان علاقات، وعلى فكره علاقات مشروع عادي جدا انك انت تعرف توصل نفسك وتوصل ذكائك ده لمديرينك واللي فوق علشان تعرف توصل للمكانه اللي انت عايزها. في نجوم شباك كتير جدا وكانوا ليهم مسلسلات في رمضان باسمهم، اقسم بالله 10% موهبه من حمزة العيلي. انا اهم منهم كلهم. لكن عنده سوشيال ميديا قويه وبيعرف يوصل للجمهور بشكل قوي وبيعرف يسوق لنفسه، وعنده يعني جيش من الناس اللي تدافع عنه وبيكرمه ومش عارف حاجات كده، وممكن يشتري جوائز، وفي الاخر خالص نجم كبير. موهبتك ما تعتمدش عليها لوحدها عشان توصلك وتخليك كبير، اشتغل عليها وسوق نفسك. وانا اتمنى ان حمزة العيلي يوصل للمكانه اللي هو يستحقها.